عايزة أحكي لكم حكاية ظريفة جدًا عن الفنان فريد الأطرش وعلاقته بالمعجبين بتوعه. فريد الأطرش لمّا انتقل وسكن في الزمالك، كان في واحد دايمًا بيستنى ميعاد نزوله كل يوم، عشان يشوفه من بعيد وهو بيركب عربيته أو بيمشي لحد مثلًا مكان العربية بتاعته، وحاول يقرّب من عربيته ويسلِّم على الأستاذ فريد. فجه الحارس بتاع العقار قام جاي زقه كده بايديه، وفريد ما كانش واخد باله. البواب لاحظ الراجل دوت ان هو كل يوم بيجي يقف يستنى الاستاذ فريد الاطرش وهو طالع وهو نازل، ويعيني بيبص عليه من بعيد. فالحارس بتاع العقار سأله وقال له انت مين؟ قال له انا طه متولي، موظف في صدناوي، وانا بحب الاستاذ فريد قوي، ولما عرفت ان هو ساكن هنا وانا كمان ساكن في العمارة اللي وراكو بس فوق السطوح، فبكل يوم باجي اشوف الاستاذ وهو خارج ورايح الحفلات بتاعته. وكان مرة البواب جايب طلبات للاستاذ فريد، فحكى له قصة الراجل اللي بيحبه ده والمواقف اللي بيعملها عشان يسلم عليه. ففريد قال له ايه، طب تعالى معايا. قال له هنروح فين يا استاذ؟ قال له بس تعالى. ونزلوا راحوا العمارة اللي وراهم وطلعوا على السطوح، وفريد قال له ايه، اندهله. فقال له انده لمين؟ قال له انده للراجل دوت. فقعد ينده وقال له يا استاذ طه يا استاذ طه. فطلع الراجل وقال له خير في ايه، مين اللي عايزني؟ قال له الاستاذ فريد بنفسه جاي علشان يسلم عليك. وقام جاي فريد واخده بالحضن وقال له انت كل يوم بتجيلي علشان تشوفني ولا علشان تسلم عليا؟ انت حبك ده وسام على صدري، وانا بحبك وبستمد قوتي من حبكم ليا. اللي حكت الموقف ده الفنانة هند رستم في لقاء مرة عاملاه في برنامج، وحكت كمان ان الاستاذ فريد الاطرش وقف جنب كتير من زمايله زي الفنان عبد الفتاح القصري في اواخر ايامه بسبب تدني وضعه المادي والصحي، وكمان وقوفه مع عبد السلام النابلسي في ازمته، وكمان وقوفه مع ناس كتير خارج الوسط الفني. انا لما بحكي الموقف دوت بحكيه علشان اقارن لكم اللي حصل ما بين الفنان المشهور او المغني المشهور والمعجب بتاعه واللي عملوا فيه النهارده، وطبعا كلنا استأنا من هذا الموقف، والموقف اللي عمله الاستاذ فريد مع المعجب بتاعه. يا ترى انه موقف يا جماعه عجب؟ اكيد كلنا شفنا الترند اللي طلع النهارده، انا مش هذكر اسم الفنان بس اكيد كلنا شفناه النهارده. انا عايزه اقول في نهايه الحكايه اللي انا حكيتها لكم ان الفنان مش بينجح بس بمجهوده، لا كمان بينجح بمعجبينه وحب الناس اللي معجبة بيه وبفنه. يا رب تكون الحكاية عجبتكم، وما تنسوش ان اسرار وحكايات وسط البلد معايا انا مولي الحشاش. باي باي.